السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور أهم اتنين مسؤولين عن الأسعار في مصر، اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. النهاردة عجبني بيان مجلس الوزراء المصري، يعني أول مرة أشوف الكلام بوضوح. كنت دايما أشوف البيانات اللي طالعة يعني مايعة، بيانات الخاصة بالأسعار، أسعار السلع والأزمة اللي احنا فيها، كان بيانات مايعة. جايز يكون ده كان عشان الحكومة ورئيس الوزراء عارفين ومتأكدين إن في أزمة بالفعل في الدولار، وإن المنتجين عندهم حق إن هم كده كده بيجيبوا الدولار من السوق السوداء لحد ما وصل 72 جنيه قبل الأزمة ما تنتهي. فعشان كده كان الكلام إيه؟ يا جماعة خفضوا الأسعار، يا جماعة المواطن، يا جماعة ما ينفعش كده، اللي هو الكلام يعني الطبطبة دي. جايز كان ده السبب، لكن النهارده الكلام كان واضح وصريح، وده طالع في البيان بتاع مجلس الوزراء. كل الكلام اللي الناس بتقوله واللي احنا كنا بنقوله واللي اي حد في البلد بيقوله، اللي هو يعني خلاص الدولار بعد ما وصل 72 نزل ل 47 جنيه ويمكن اقل كمان في السوق السوداء. هتقول لي اقل ازاي اذا كانت البنوك ما كانش اقل؟ هقول لك لا، البنوك السعر فيها لحد امبارح نزل عن ال 47 جنيه في البنوك، بقى ب 46 جنيه وحاجه و70 قرش. وعايز اقول لك ان في سعر فعلا في السوق السوداء اقل من ده. لو انت هتبيع، لو انت رايح تبيع، هيقول لك لا، مثلا لو هو في البنك كان ب 46 جنيه و75 قرش، في السوق السوداء يقول لك ب 46 جنيه و60 قرش او 46 ونص. ازاي يا سيدي؟ طب ما انا اروح ابيع في البنك، هيقول لك بيع مفيش مشكله. بس هو عارف ان في ناس كتير، وده مهم جدا ان محافظ البنك المركزي ياخد باله منه. هم عارفين بتوع السوق السوداء ان في ناس كتير جدا بتخاف تروح البنك ومعاها دولار عشان تبيعه. هيقول لك طب انا هروح دلوقتي، هم متخيلين كده ان انا لو رحت ابيع في البنك هيقول لي انت جبت الدولار ده منين؟ تعالى، ويدخل في مشاكل وسين وجيم وبتاع. عشان كده يقول لك خلاص ابيعه باقل، ربع جنيه ولا 10 قروش ولا حاجه في السوق السوداء، بس ريح نفسي من دوشه البنوك. فعشان كده نرجو ان يطلع بيان من البنك المركزي المصري يطمن الناس ان اي حد معاه دولار وعايز يبيعه في البنك يروح يبيعه ومفيش اي مشاكل خالص. ما يروحش يبيع ونتفاجئ ان حد كاتب على الفيس ولا حاجه ان انا رحت يا جماعه ابيع في البنك فحصل واحد واثنين وثلاثه معايا. يا ريت يطلع يعني بيان تطميني للناس. ما علينا. النهارده الكلام اللي الناس كلها بتقوله رئيس الوزراء قاله للمنتجين وللتجار، قال لهم الكلام ده بالظبط. قال لهم يا جماعه الدولار نزل من 72 جنيه لاقل من السعر، لاقل من 47 جنيه اللي هو السعر في السوق السوداء. احنا عايزين نشوف ده والمواطن يشوف ده في الاسعار. لان انت لو قلت للمواطن ده كلام، انا بقى هكمل يعني، لو قلت للمواطن ان الدولار دلوقتي ب 10 جنيه هو ملوش علاقه. احنا مش هناكل الدولار في الاخر، في الاول وفي الاخر احنا عايزين نشوف تاثير ده على السلعه كام. زي ما قلت قبل كده، ما يهمنيش الدولار يبقى ب 1000 جنيه او ب 10 جنيه، المهم السلعه بكام. فهو قال لهم النهارده السعر نزل حوالي 40% و50% في الدولار، ومع ذلك الاسعار كما هي. وقال لهم طلبي ان احنا بعد ما وفرنا لكم الازمه، بعد ما حلينا لكم الازمه والدولار خلاص تراجع بالشكل ده، مش عايزين نشوف بقى تراجع في الاسعار 2% و3% والكلام اللي هو لا يجيب ولا يودي ده. عايزين نشوف تراجع في الاسعار خلال 48 ساعه من 15% ل 20%، ويوصل الانخفاض ده بعد العيد ل 30% في الاسعار. كلام مهم جدا جدا جدا. هتقول لي طب هو ليه ما قالش؟ ده تحليلي. هو ليه ما قالش ان الاسعار تنزل 40% زي ما نزل سعر الدولار؟ هقول لك لان هو اكيد برضه عامل حسابه ان في اسعار تانية زادت، السولار والحاجات اللي زودتها والبنزين والحاجات اللي زادت الفتره اللي فاتت، اكيد دي برضه هتاثر على تكلفه المنتج. وبالتالي هو قال لك 30%. احنا راضيين بال 30%، احنا راضيين بال 30% طالما هو ده سعر الدولار الحالي. لكن كل ما يرجع الدولار سواء في البنك او في السوق السوداء المفروض ان يحصل تراجع تاني في الاسعار، المفروض ان يحصل تراجع تاني في الاسعار. طيب المعلومه المهمه جدا والغريبه جدا اللي انا شفتها قالها رئيس الوزراء، حاجه تاكد لك على طمع بعض، مش هنعمم، بعض رجال الاعمال سواء مستورد او تاجر او منتج. قال لك ان احنا عندنا بضايع في الموانئ ب 4.5 مليار دولار، انهينا كل اجراءاتها. خد بالك بقى، انهينا كل اجراءاتها
وتم الافراج بالفعل عن بضائع ب 2.8 مليار دولار. طب وال 1.7 مليار دولار؟ قال لك انهينا اجراءاتها وكله تمام التمام، والمستورد مش عايز يجي رغم ان هم وفروا له الدولار، المستورد مش عايز يجي عشان يخلص الاجراءات ويطلع البضائع بتاعته. ليه؟ قال لك مستني، هو عارف ان هو كده كده عنده مهله شهر، عنده مهله شهر في المواني، لا بيدفع جمارك، لا بيدفع غرامات ولا ارضيات ولا اي حاجه خالص. فبيقول لك خلاص خلي الشهر ده يكون الدولار نزل، سعره نزل تاني في البنوك، وبالتالي استفيد انا بفرق الدولار ده، بفرق السعر ده. عمل ايه بقى رئيس الوزراء؟ حاجه مهمه جدا عجبتني الصراحه. انتوا عارفين ان احنا بنطلع دايما يعني لما يكون في حاجه غلط بنقول، لكن في الصحه هنقول. عجبني القرار اللي هو خده، اصدر تعليماته لوزير الماليه ان هو يصادر البضائع دي في المواني اللي هي ب 1.7 مليار دولار. قال لك هنصادرها وهنتعامل معاها على ان هي رواكد في المواني، نفس القانون اللي بيطبق على ده هيطبق على ده. ليه؟ قال لك لان الراجل ده هو معطل البضائع دي في المينا، رغم ان هو لو تم الافراج عنها اولا هو هيبيعها بنفس السعر، مش هيقول لك ما هو الدولار تراجع كذا فانا هبيعها بكذا. ثانيا وده المهم، ان هو عامل ازمه في السوق. ما الحاجات دي لو نزلت السوق، عندك بضائع ب 1.7 مليار دولار، لو نزلت في السوق اكيد هتزود المعروض فالسعر يهدى شويه، او على الاقل يا سيدي يستقر. لكن انت شايلها في الموانئ عشان تحقق فايده اكبر ليك انت. كلمه رئيس الوزراء عجبتني لما قال لك الناس دي في ارتفاع الدولار عملوا مكاسب، وفي انخفاض الدولار عايزين يعملوا مكاسب، فعشان كده احنا قررنا ان احنا نصادر البضائع دي كلها. برافو 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 برافو، هو ده الصح. لو كل رجال اعمال وكل المستوردين وكل التجار شافوا العين الحمراء من الحكومه، كله هيمشي زي الالف. لو كل اللي حصل، الاجراءات اللي تمت مع المعلم قارون امبراطور الذهب اللي احنا اتكلمنا عنه زمان والحمد لله استجابوا، وانتوا عارفين دلوقتي قارون حصل له ايه، وسعر الدولار والذهب الحمد لله وصلوا فين، او على الاقل الدولار يعني. لو ده حصل مع كبار المحتكرين في السلع الاساسيه بالذات، كله هيمشي زي الالف. رئيس الجمهوريه قال كلمه مهمه جدا في احتفاليه عيد الام، والنهارده مجلس الوزراء او رئيس الوزراء اكد عليها. قال لك رئيس الجمهوريه قال مش معنى ان احنا في سوق حر ان احنا نسمح بالتلاعب في الاسعار والمواطن هو اللي يدفع الفاتوره. ده مش معنى ده، وبالتالي عايزين نشوف انخفاضات كبيره زي ما حصلت في الدولار ينعكس ده على اسعار السلع. طيب الغريب الكلام اللي اتقال، او قبل ما نتكلم في الغريب، احمد الوكيل النهارده رئيس اتحاد الغرف التجاريه قال احنا بالفعل المنتجين والصناع الفتره اللي فاتت كان في بينهم اجتماعات عشان خفض الاسعار، لكن خفض الاسعار ده بياخد مهله، او دوره الاسعار وفقا لكلامه بتاخد مهله من اسبوعين ل3 اسابيع. طب الحمد لله عدينا شويه منهم اهو من ساعه التعويم وتوفير الدولار، وبالتالي بعد كده هتشوفوا اسعار جديده. لكن في خلال 48 ساعه المفروض ان يحصل الخفض من 15 ل 20% في الاسعار، وبعد العيد يبقى 30%. كلام جميل ومهم، بس في كلام غريب كده سمعته او قريته في البيان اللي طلع النهارده من مجلس الوزراء على لسان وزير التموين، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لهم يا جماعه، وهو كده في تصريحات كده لوزير التموين بتبقى يعني مستفزه، يعني هو لو سكت يبقى احسن. بيقول لهم يا جماعه ما ينفعش الاسعار دي، ده في البيان اللي طلع اكيد انتوا قريتوه او ادخلوا قروه. يعني مثلا ده هو بيقول لهم مثلا ازازه الزيت اللي المفروض ب 100 جنيه دي المفروض يتشال من عليها السعر وتبقى ب 80 جنيه بس. تبقى ب 80 جنيه بس. ليه حضرتك ب 80 جنيه بس؟ انت نفسك قلت، هو نفس وزير التموين النهارده في البيان قال ايه؟ قال ان في اسعار كتير المفروض تنخفض زي الفول والعدس وحاجات كده مالهاش علاقه بالدولار خالص. مش العدس، بعض السلع يعني، قال في بعض السلع المفروض تنخفض من 15 ل 20%، وفي سلع مالهاش علاقه بالدولار المفروض تنزل اكتر من ده. انت حضرتك حددت منين ازازه الزيت اللي كان ب 100 يتشال السعر القديم ويتحط عليها 80 جنيه يعني تنخفض 20% بس؟ ليه؟ مش عارف. ازازه الزيت دي لما كان الدولار، ويمكن انا اتكلمت عليها قبل كده، لما كان الدولار ب 50 جنيه او ب 45 جنيه في السوق السوداء، كان ب 50 جنيه تقريبا في السوق السوداء، كان ازازه الزيت ب 40 جنيه. لما نط ل 72 ازازه الزيت بقت بكام؟ بقت ب 80 جنيه، بقت ب 80 جنيه وب 100 جنيه. طب اهو رجع تاني لاقل من ال 50 جنيه، حضرتك عايزهم يشيلوا 20% بس ليه؟ اذا كانوا هم زودوا الاسعار 100% في اسبوعين 3 عشان الدولار نط من 50 ل 70. الدولار دلوقتي اقل من 50، المفروض ازازه الزيت ترجع لاقل من 40 جنيه او ب 40 جنيه.
ليه حضرتك جبت ال 80 جنيه دي منين؟ حتى لو انت ضفت بقى تكلفه السولار وي 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 وزياده البنزين والكلام ده كله، نسبتهم هتبقى كام من الانتاج؟ ليه؟ هو انت بتجامل المنتجين؟ يعني حضرتك يا معالي وزير التموين جاي على المواطن لحساب المنتج؟ ما اناش فاهم، جبت ال 20% دي منين؟ ما هو كده لو المنتج قاعد هيقول لك طب ما هو الناس دي خلاص بقى، ما الناس دي مش فاهمه، خلاص 20% يا سلام عينيا، الصبح تنزل من 100 ل 80 جنيه، ايه المشكله يعني؟ واللي جاي عامل حسابه ان الحكومه هتطالبه بتخفيض 40% على الزيت مثلا، سلعه زي الزيت مثلا اللي طلعت بشكل كبير جدا، ولا هينزلها 50%، هيقول لك طب خلاص بقى هم الناس بيقولوا 20%، اجامل انا واقول لهم 50 ولا 40%؟ لا خلاص انا ملتزم بال 20%. ليه؟ ما تسمع للناس الاول وتشوف. وزي ما رئيس الوزراء اتكلم بوضوح جدا كده وقال لهم انا عايز تراجع في الاسعار او انخفاض في الاسعار بنفس النسبه بتاعه الدولار، انت كمان كنت تعمل كده. انت اولى ان انت كنت ترفع تقرير بده وتقول الكلام ده لرئيس الوزراء قبل الاجتماع ده، مش تقول الناس عايزه 20% في الزيت اللي طلع 100% في اسبوعين ثلاثه، غير الزيادات الكتير اللي قبلها. قيس ده على سلع كتير بقى. يعني وزير التموين ارجوك، يعني يا ريت يا ريت يعني بدل ما تورط الشعب معاك اسكت احسن، ما تتكلمش، يعني بلاش تصريحات تاني. في الاول وفي الاخر شابوه لمجلس الوزراء على القرارات اللي خدها النهارده، لكن المهم التنفيذ. افلح ان صدق، زي ما قلنا قبل كده ساعه ما طلعوا وقالوا في البيان بتاع ان في صفقه كبيره وبتاع قبل ما يعلنوا عن صفقه راس الحكمه، وقلنا افلح ان صدق، وافلح ساعتها فعلا، والرقم طلع محترم 45 مليار دولار، والدنيا هديت كتير في الدولار. هنا برضه هنقول افلح ان صدق. النهارده مجلس الوزراء قال لك احنا هننزل، او رئيس الوزراء قال هننزل فرق من مجلس الوزراء تتابع الاسواق. والنهارده كان برضو موجود ناس من سلاسل تجاريه كبيره زي كارفور وغيره، وقالوا له احنا مجرد ما الاسعار بتجيلنا من الشركات بنعلنها في نفس اليوم، في تخفيضات بنعلنها، في ارتفاعات بنعلنها، فاحنا رهن اشاره المنتج، لو بعت اسعار جديده هنعلنها في يوميها على طول. وبالتالي المراقبه ثم المراقبه ثم المراقبه، مراقبه الاسعار، مراقبه الاسواق. لو سبت الناس دي، الكلام اللي اتقال النهارده زي ما بنقول كده بالمصري، كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح، كل ده هيتنسي وخلاص وهيبقى مجرد تسكين. رئيس الوزراء النهارده قال بنفسه الناس مستنيه تشوف انعكاس ده، موضوع الدولار وموضوع راس الحكمه والفلوس الكتير اللي عمالين نعلن عنها كل يوم، البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ومش عارف ايه وايه وايه. الناس عايزه تشوف مردود ده في الاسعار. لو ما شافتش ده الحكومه اللي هتشيل على طول، الحكومه اللي هتشيل. يبقى الحكومه مطنشه ومغمضه عينيها على اللي بيحصل من التجار والمنتجين. عشان كده رجاء الكلام اللي اتقال النهارده يتطبق، والاسعار تنخفض مش اقل من 30%، 15 و20% خلال 48 ساعه احنا راضيين، بس الاسعار بعد العيد تنخفض مش اقل من 30%، وفي سلع المفروض تنخفض اكتر من كده بكتير. النهارده التجار بيقولوا في اجتماعهم مع رئيس الوزراء ان احنا في فعلا بالفعل اسعار الفول والعدس حاجه تانية كده من البقوليات والرز تراجعوا. ده كلامهم، تراجعوا بنسبه قد ايه؟ انا مش شايف ان في تراجع بنسبه كبيره خالص الصراحه في السلع دي، خاصه الرز. يعني نتمنى الخير لمصر وللمصريين، وربنا يكتب لنا جميعا الخير. وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.